بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في مبحث صفات القرآن الكريم. قبل الصفات ذكر في الكتاب ملاحظات وتنبيهات على صفات القرآن. التنبيه الأول قال: كثير من أسماء القرآن وصفاته هي كأسماء الله عز وجل. فمن أسماء الله عز وجل العزيز، ومن أسماء القرآن العزيز. من صفات الله عز وجل النور، من صفات القرآن النور، وهكذا بكثير من المشتركات. قال: وهذا حق ولا غرابة في ذلك، لأن القرآن ذاته وهو صفة لله عز وجل، لأنه كلام الله، فصفات كلام الله، فصفات كلام الله هي صفات لله، أنها صفات لكلامه جل وعلا، فهي صفات له. طيب، التنبيه الثاني قال: هناك اتصال وثيق بين صفات القرآن وصفات المولى، مثل ما أن الأسماء متصلة، أسماء القرآن بأسماء الله سبحانه وتعالى، مثل اسم الكريم، العظيم، الحكيم، العزيز، المجيد. كذلك الصفات، أنا ظنيتها تنبيه واحد، أيضا نصوا عليها مرة أخرى. فالصفات، كثير من صفات القرآن هي صفات الله عز وجل، وكثير من صفات الله عز وجل هي صفات القرآن، مثل الكرم، العظمة، الحكمة، العزة، المجد، النور، كلها صفات الله عز وجل وصفات لكلامه. التنبيه الثالث قال: صفات القرآن كثيرة وهي أكثر من الأسماء. فالصفات أكثر من الأسماء. قال: وغالبا تكون تابع الأسماء. الصفات تابع الأسماء، ما في اسم إلا بداخله إيش؟ صفة، لكن ليس من لازم الصفة أن يشتق منها اسم. الله عز وجل مثلا يتصف بالنور، الله نور السماوات والأرض، لكن هل من أسمائه النور؟ عبد النور مثلا نقول، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. بعض أهل العلم قال نعم، وبعض أهل العلم قال لا. لماذا؟ لأن لا يلزم من كل صفة أن تكون اسم لله عز وجل. أنت من أفعالك أنك مثلا غضوب، من أفعالك ومن صفاتك أنك عصبي، هل لابد أن يكون اسمك الغاضب أو الغضوب أو ما يلزم. وهكذا قد الصفات أكثر من الأسماء. طيب، المبحث الذي بعد هذا: أشهر صفات القرآن الكريم. ما هي أشهر صفات القرآن الكريم الواردة في القرآن؟ أول صفة، صفة الكرم. قال الله عز وجل: إنه لقرآن كريم. اعرف الصفة واعرف دليلها، هذا أهم شيء. والمعنى سهل ومعروف في الغالب، لكن نقرأ ما كتب. قال: لأنه كلام الله وهو أكرم الأكرمين، وكرم الكلام من كرم المتكلم. فالقرآن فيه كرم عظيم، كرم بالأخلاق التي فيه، كرم بالثمرات التي تأخذها في دينك، كرم في الثمرات التي تأخذها في دنياك، كرم في كيفية أن تعرف كيف تتصل بالله عز وجل، وهكذا. قال أن القرآن يكرم أهله في الدنيا والآخرة بحفظهم ورفع درجتهم ورفع قدرهم ومكانتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. كذلك من كرم القرآن أنه يعطيك بالحرف كم حسنة؟ 10 حسنات. والقرآن كم حرف؟ صعب هالسؤال، ما عديته من قبل. طيب، أهل العلم عدوه 300,000 وتقريبا 321,000. فإذا الختمة للقرآن كم حسنة فيها؟ أكيد 10 أدوار. عطنا الجواب. يا الله يهديك، أنت ما عندكم فلوس كثير. أقول لكم 3 ضرب 10 تقول 30 دينار. 300,000 ضرب 10 كم؟ هذا مليونير الظاهر، ولا عنده الظاهر مليونير أنت على طول. 3 مليون وشوي، 3 مليون وشوي، 3 مليون. تخيل أنت الختمة الواحدة تأخذ أكثر من 3 مليون حسنة. نحن مفرطين ولا نقرأ ولا شيء. انظر كرم القرآن، هذا من كرمه. طيب، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية العظمة، أنه العظيم. قال الله عز وجل: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. والقرآن عظيم سبحان الله في ألفاظه وفي معانيه، فهو عظيم لأنه صدر
القرآن وتكلم به العظيم جل وعلا. الثاني أنه عظيم في إعجازه. النبي صلى الله عليه وسلم تحدى بهذا القرآن وعجز العرب جميعا عن أن يأتوا ب10 سور مثله أو بسورة واحدة أو بمثله. أيضا من عظمة القرآن أنه محفوظ من التبديل والتغيير. تخيل أنت عطني أي كتاب غير القرآن ما في خطأ واحد في ضمة ولا فتحة ولا حرف من 1000 سنة، أعطيني، أنا أتحداك، نتحدى البشرية جميعا. طيب، أيضا من عظمة القرآن أنه صالح لكل زمان ومكان. من عظمة القرآن أنه يلتذ فيه البليغ ويلتذ فيه قليل البلاغة ويلتذ فيه ويعظمه حتى الأعجمي إذا سمعه. أنتم ما تستغربون أحيانا في مقاطع فيديو امرأة نصرانية أعجمية أوروبية ما تعرف شيء من اللغة العربية تسمع القرآن فتبكي فتسجد؟ كيف طيب هذا؟ مو عظمة؟ سمعت عن بعض مراكز في الدول الأوروبية وضعوا إذاعة سيارات وكذا، إذاعة محطة إذاعية للقرآن باللغة العربية، وهم دولة ما يعرفون العربية. قالوا كل شهر يأتينا ناس يسلمون فقط لسماع القرآن، لأنهم يسمعون أشياء القلب يضطرب، العين تهمل. إيش هذا؟ يذهب يسأل هذا الإسلام أي إسلام؟ هذا اللي يقولون عنه إرهابي؟ أي إرهابي؟ يبحث يبحث يبحث، ثم من الذي وضع هذه الإذاعة؟ المركز الفلاني. يذهب المركز الفلاني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إيش قرآن عظيم. لابد أن تحدث لنا مصائب في هذه الدنيا. جرب، أحيانا تحدث لك مصيبة، اذهب واقرأ القرآن حتى تخف المصيبة عندك، وانظر إلى العظمة التي في القرآن. عندك حزن، اذهب واسمع سورة يوسف الذي قال عنها السلف سورة يوسف سلوى لكل محزون. والله يعني القرآن، عظمة القرآن تستشعر وتذاق، لا يتكلم فيها، والله المستعان. طيب، الصفة الثالثة المجد. قال الله عز وجل قاف والقرآن المجيد، وقال الله عز وجل بل هو قرآن مجيد. المجد ما هو؟ هي الرفعة والسمو، وقيل السعة في إيش؟ في الصفات الحسنة كلها. فالقرآن المجيد قريبة من العظيم. كذلك من صفات القرآن الحكمة. هؤلاء الذين يذهبون يبحثون عن الحكمة في الشرق والغرب وعند سقراط وبقراط وأفلاطون وكذا، وضيعوا الحكمة المبثوثة في القرآن. الله عز وجل وصف القرآن أنه حكيم، ونذهب نبحث الحكمة عند غير القرآن. إذا أخذنا الحكمة من القرآن وأردنا أن نستزيد، القرآن يدعونا بأخذ الحكمة من أي أحد، لكن أن نضيع الحكمة الأساسية التي في القرآن الأصلية العظيمة التي تغذي الروح والعقل والنفس ونبحث عنها عند غير القرآن، والله خسارة. قال الله عز وجل ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم ياسين والقرآن أكملوا. أنتوا دايخين مو متغدين اليوم؟ نطلب لكم العصر قهوة ولا شيء، بس عشان تفاعلون وياي الله يجزاكم خير، خاصة اللي ورا يعني وأصحاب الزوايا. طيب، قال الحكيم صفة مشتقة من الحكمة. ما هي الحكمة؟ قال هي وضع الشيء في محله المناسب اللائق به قولا وفعلا. وبعض أهل العلم يقول الموافق للغاية المحمودة منه، أن تضع المكان في محله الموافق للغاية. لأنه ممكن هذه الآن مغطاة تضعها في مكانها، هذه حكمة؟ سألكم أنا. طيب بعدين، لكن إذا وضعت هذا على هذا لموافقة الغاية المحمودة، أي نعم ستحدث نتيجة مستقبلية أو غاية حكيمة من هذا، يكون هذا الفعل حكمة. لأن وضع الشيء في موضعه، بعض أهل العلم يقول هذا عدل وليس حكمة، لكن وضع الشيء في موضعه العدل زائد الموافق للغاية المحمودة منه يكون حكمة. فإذا الحكمة أكثر من العدل، عدل وزيادة. الصفة الخامسة أنه مبين. قال الله عز وجل ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. قال المبين
صفة مشتقة من البيان. ما معنى أنه مبين؟ يعني هو في نفسه مبين وهو مبين لغيره. هو مبين في نفسه يعني سهل، ليس معقدا، وهو يبين لك غيره، يبين لك الخير، يبين لك طريق الخير ويوضحه ويسهله، ويبين لك الأحكام ويبين لك العقائد ويبين لك الأخلاق، فإذا هو مبين. الصفة السادسة العزة التي فرط فيها كثير من المسلمين، ما يعرف العزة إلا على الضعفاء المساكين، وهذه ليست عزة. مسكين من يتسلط على من هو أضعف منه ويظن نفسه عزيزا. العزة نأخذها من الكتاب والسنة. قال عن القرآن وإنه لكتاب عزيز. قال العزيز صفة مشتقة من العزة. طيب ما هي العزة؟ قال على معنيين. المعنى الأول العزة بمعنى القوة والمنعة، أنت قوي، لكن على من؟ على الضعفاء. على الأقوياء أنت قوي. يعني كيف قوي؟ تتعارك معهم؟ لا، تعرف أن عندك رأي، ليس إمعة. إذا أحسن الناس أحسنوا، وإذا أساء الناس أساءوا. إذا رقصوا رقص فلان، وإذا حزنوا حزنت، وإذا صارت الترند يمين رحت يا ترند يمين، وإذا صار يسار رحت يسار. هذا عزيز، هذا مسكين. فكر أنت، فكر أي شيء تفعله فكر. بعدين هذا ما فائدة هذا؟ هل يتوافق مع أخلاقي، يتوافق مع ديني، يتوافق مع عقيدتي؟ إن كان لا نعم اذهب، إن كان لا. العزيز ما يفعل. معروف هذا، إذا سبوا بهذه السبة ما يقصدون ظاهرة، لكن أنت ترضى عليها هذه السبة، هذه يسب أباك أو أمك أو كذا. البعض يعتاد يلعن، ما نقصد. طيب ما تقصد، لكن هو لعن، تعرف ما هو اللعن إلى آخره. فإذا القوة والمنعة، والقوة والمنعة تظهر في التمسك بالعقيدة والأخلاق والمبادئ، وأن لا يكون الإنسان إمعة. وأيضا تظهر القوة العزيز أن تفعل ما تعتقد. وهذه واضحة، ها؟ لا مو واضحة. كثير من الناس يفعل أشياء لا يعتقدها ولا غير مقتنع فيها. لماذا يفعلها؟ ضعيف، ذليل. لماذا؟ شو نسوي؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ما نبيهم يضحكون علينا، ما نبيهم يستهزئون فينا. الناس كلها تفعل كذا. والله أنا أدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، لكن يعني أنا أخاف يقولون عني أني مطوع إذا سويت الفعل الفلاني. طيب تحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، لماذا لا تفعل هذا الفعل الذي أنت تعلم أنه حق؟ ضعيف. القوي إذا رأى هذا حق يفعله، رضي الناس أم لم يرضوا. هذه عزة. أن تفعل ما تعتقد هذه قوة. وأيضا القوة المهم كثيرة. فالقرآن قوي، هذا واحد. وإن معاني العزة. المعنى الثاني للعزة قال الندرة. تقول هذا المعدن عزيز. إيش يعني قوي؟ حديد يعني؟ لا، نقول الألماس عزيز في هذه الأوقات مثلا. يعني إيش؟ نادر نفيس. قال والقرآن قوي منيع، ويظهر ذلك في إعجازه العظيم، وكذلك نادر الوجود لأنه من كلام الخالق الوجود، بل لا شبيه له من الكلام، فهو عزيز، وحق له أن يوصف بالعزة لأنه كلام العزيز الحكيم. كل هذه الصفات والأسماء من فضائل القرآن. طيب ما الفائدة منها؟ أنك تعرف هذه المعلومات. لازم الفائدة أن تتدبر القرآن، أن تعلم القرآن، أن تتشجع في حضور مجالس التفسير، أن تتدبر إلى آخره. هذه لازم الفائدة. وأنتم الآن ما شاء الله من أهل البلاغة صرتوا خلاص، يعني تعرفون الفائدة الأصلية ولازم الفائدة. طيب المبحث الذي بعده قال فضل علوم القرآن وفوائد وثمرات العلم بها. طيب ما الفائدة من هذه المادة؟ هذه واضح، لهذا سنمر عليها مرورا سريعا. واحد أنه أشرف العلوم، متعلق بكلام الله عز وجل. الثاني تعينك على فهم القرآن، تفهم ما هو العزيز ما هو الكريم، لماذا القرآن وصف كذا، تعينك على فهم القرآن هذه المادة. الثالثة هناك ثمرات كثيرة عند دراسة هذه المادة. الواحد أنك تيسر لك فهم كتب التفسير وكتب العلماء في تفسير القرآن. الثاني أن تعرف جهود السابقين من السلف والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء، كيف تعبوا وحرروا وفرعوا هذا القرآن، وكيف عزوا بالقرآن. ونحن عندنا القرآن وكل واحد في البيت عنده يمكن
3 نسخ 4 نسخ وغير مستفيد منها، يعاني من اكتئاب ويعاني من قلق ويعاني من مشاكل نفسية ويفكر وموسوس وكذا، والقرآن معلقة ولا حاط آية الكرسي ما شاء الله بالصالة. شلون زين هذا القرآن؟ في ناس أتوا أمة العرب قبل الإسلام أمة رعاة إبل وغنم، لما نزل القرآن صاروا قادة للدول والأمم. لماذا نحن لسنا مثلهم؟ نحن مشكلة فينا، ليس في القرآن. طيب الثالثة قال القدرة على رد الشبهات، القدرة على رد الشبهات المثارة حول القرآن، انك ستتعلم القرآن وستتعلم بعض علوم القرآن، فستعرف أن ترد على المبطلين. والرد على المبطلين يا إخواني لابد فيه من أمرين: علم، لا ترد وأنت جاهل، ستضعف الحق الذي عندك. لابد أن يكون لك علم، ليس حماس فقط. واحد يعطيك شبهة بالقرآن تقول احترم نفسك وانت قوي ما شاء الله، بتقوم تضربه بالعقال، يمكن يسكت لكن الناس راح يقولون مسكين ما عنده حجة. لو القرآن اللي عنده هذا كان قدر يرد عليه سيقتنع الناس فيه. العبرة الهداية والاقتناع، وليس العبرة بالقوة والمصارعة أو تسبه. في ناس تشوفون للأسف يعني في وسائل التواصل شبهة يدخل عليه يقول له الله يلعنك الله يشلك، هذا مرد. الشبهات ترد بعلم، هذا واحد. الثاني بأدب، لابد من علم وأدب، وعلم بلا أدب نار بلا حطب، وأدب بلا علم روح بلا جسم، هكذا يقول علماء السلف. عندك أدب مؤدب وما عندك علم ما استفدنا. عندك علم ما شاء الله لكن ما في أدب وشديد ومتجهم الوجه وتسب الناس، كذلك ربما تضر أكثر ما تنفع. طيب المسألة التي بعد ذلك قال تاريخ علوم القرآن. تاريخ علوم القرآن هذه المادة ما نشأتها؟ قال بدأت علوم القرآن مع بداية النبوة، مع بداية نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. متى نزل القرآن؟ في أول ما نزل من القرآن إيش؟ اقرأ قصة جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، هنا أول ما بدأ علوم القرآن. اترك التلفون يا أخي وركز معنا. هنا أول ما بدأت علوم القرآن، نزل بعض الآيات، تلاوة الآيات، سبب نزول الآيات، هذه كلها مباحث كلية تتعلق بالقرآن. هذه هي المادة، تعريف علوم القرآن كمصطلح، مباحث كلية تتعلق بالقرآن. ثم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، أول من بلغه من؟ خديجة. الرسول صلى الله عليه وسلم الآن أخذه من جبريل صح، أول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لخديجة، ثم ورقة بن نوفل. هذا الآن بداية علوم القرآن وتبليغ علوم القرآن وتدريس الدعوة، وهذه من علوم القرآن. فإذا الأول مع نزول القرآن، الثاني لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ القرآن. طيب لكن كان أول ما نزل القرآن وبدأت علوم القرآن والاستفادة من القرآن وكذا، كان غير مكتوب، كان شفوي. لماذا كان شفويا؟ قال أسباب عدم تدوين علوم القرآن في العهد النبوي. أول شيء ما نحتاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم موجود، فلو نسينا شيء ولا كذا نذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الله عز وجل تكفل له بالحفظ. قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. جمعه يعني حفظه لك في صدرك، فإذا محفوظ الكلام. هذا السبب الأول لعدم الكتابة. السبب الثاني أن أدوات الكتابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صعبة، ليس نفسنا عندنا أوراق وعندنا أقلام حبر وعندنا، لا، هناك صعوبة. لهذا حصلت كتابة لكن قليلة، على أوراق الشجر، على العظام، على الحجر، على قطعة جلد. فالأسباب التي كانت غير يعني سهلة ومتوفرة. السبب الذي بعد هذا أو من الأسباب كذلك أن أصلا أغلب الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فإذا ما في داعي أن نكتب، لأن أساسا أغلب المجتمع لا يقرأ ولا يكتب. وهذا ربما الآن البعض يستغرب، لكن ترى الكويت
قبل يمكن 100 سنة أغلب المجتمع لا يقرأ ولا يكتب، يكون بالحارة الكبيرة أو الفريج الكبير واحد يقرأ ويكتب، هذا عندهم ما شاء الله بروفيسور، إذا قام يقرأ ويكتب يفك الخط، يقولون هذا يعملوا له مهرجان ويعملوا له أناشيد معينة وحفلة. ليش؟ قام يقرأ يا أخي. وإذا أتى مكتوب من دولة ثانية نذهب إلى فلان حتى يقرأ لنا، يفك الخط، يمكن قراءته بعد رايحة فيها، لكن هذا ما شاء الله. فهذا إلى زمن قريب الأمية منتشرة جدا، والآن بعض البلدان العربية نسبة الذي لا يقرأ ولا يكتب 50% من الشعب، 60% من الشعب. ورأيت هذا أنا بعض البلدان ذهبت إليهم صدمت، أنا غير متعود، حتى لو تسمع كنت قاعد مع حد. وهذا عدم القراءة والكتابة يترتب عليه عقل الإنسان، كيف يفكر، كيف تعطيه 10 دنانير تقول أعطني الباقي وأنت شارب دينارين، يتوهق. يعني لابد أن الله المستعان. الحمد لله على نعمة العلم. طيب، فإذا هذه أسباب، يعني ذكر 5 أسباب، نكتفي ب3 التي ذكرت. طيب، المسألة التي بعد ذلك قال عهد التمهيد لتدوين القرآن. طيب، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان علوم القرآن تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم آيات، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها الصحابة رضي الله عنهم، يعلمهم ما فيها من الفقه يعملون فيها. طيب، ولم تكن مكتوبة علوم القرآن، معروفة شفهيا. طيب، متى كتب؟ قال هناك تمهيد لكتابة القرآن أو كتابة علوم القرآن. شوفوا صفحة 42، قال اشتملت هذه المرحلة وهو التمهيد للتدوين على عدة أحداث كان لها الأثر البالغ. الحدث الأول جمع أبي بكر رضي الله عنه القرآن في صحف، سيأتينا مفصلا إن شاء الله. تأسيس الجمع المبارك للمراحل التي، يعني هذا جمع أبي بكر أسس للمراحل التي بعده من تدوين القرآن. أيضا حدثت قصة أخرى ستأتينا، اضطر عثمان رضي الله عنه أن يجمع المصحف مرة أخرى على حرف واحد، هذا أيضا مهد لكتابة علوم القرآن. علوم القرآن هذه المادة اللي عندنا، جمع وتوحيد المصحف الذي حصل عند عثمان رضي الله عنه، في زمن عثمان رضي الله عنه. في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وضع قواعد النحو عند اختلال اللسان وعند اختلاط العرب بغيرهم من العجم، فضعف اللسان العربي، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بأمر منه وضعت قواعد النحو، فهذه أيضا مهدت لكتابة علوم القرآن. فقال تأسس علم إعراب القرآن، علم الضبط، النقط والشكل، علم لغة القرآن. طيب، الأمر الرابع الذي مهد الكتابة للتدوين قال ظهور المدارس أو تلاوة القرآن، ظهور يعني مثل الآن نسميها حلقات التحفيظ. هذا قال بعد انقضاء الوحي واكتمال نزوله وإتمام جمعه وتوحيد رسمه في مصحف واحد، توجهت همة الصحابة والتابعين من حفظة القرآن إلى نشر كتاب الله سبحانه وتعالى، إلى نشر كتاب الله رواية وتلقينا كأساس أول لنشر علومه. الآن صارت في هناك حلقات تحفيظ، ما يسمى اليوم بحلقات التحفيظ، هذا أيضا أسس للكتابة. أيضا في عهد الصحابة رضي الله عنهم تشكلت مدارس للتفسير، وهذا الأمر الخامس. قال ظهور مدارس للتفسير، فصارت هناك مدرسة لأهل مكة لابن عباس رضي الله عنه، ومدرسة تفسيرية لابن مسعود في الكوفة، ومدرسة تفسيرية لأبي بن كعب في المدينة. هذه أسست للتدوين. وأسباب ظهور هذه المدارس انتشار الفتوحات الإسلامية، انتشار الصحابة في البلدان، وحرص الصحابة رضي الله عنهم على إبلاغ الدين. فاشتهر عندنا مجموعة من المفسرين من الصحابة. من هم؟ انظر، الخلفاء الراشدون، احفظها هذه قاعدة، ما صاروا خلفاء راشدين هكذا اعتباطا. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم ما صاروا هكذا، ما صاروا إلا لتميزهم بالعلم
والعمل والاجتهاد والتدين وإرادة الحق والهمة العالية، فهم في كل ميدان من ميادين الجهاد العلمي والعملي تجدهم في المقدمة. فإذا أشهر المفسرين الخلفاء الراشدين، واحفظ معهم ابن عباس وابن مسعود. فإذا هؤلاء 6. نقول لك من المشاهير من الصحابة بالتفسير؟ خلفاء الراشدين ال4، أضف عليهم ابن مسعود ابن عباس، وتقرؤون الباقي. قال سمات ومزايا تفسير الصحابة في هذا العهد. طيب الصحابة فسروه كما قلنا المدارس التفسيرية، ما هو منهجهم أو ما منهجهم في التفسير؟ قال 1 البعد عن التكلف والتقعر، لأنهم درسوا بمدرسة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هلك المتنطعون، وقال إياكم والغلو، وقال عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله إن الله لا يمل حتى تملوا، فما في تكلف. الشيء الثاني التفسير بالأثر وليس بالرأي، يعني ليس بالرأي المذموم. يفسرون بما أتى بالقرآن، يفسرون القرآن بالقرآن، القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن لم يجدوا فسروه بأقوال كبار الصحابة رضي الله عنهم أو باجتهادهم المبني على القرآن والسنة. السمة الثالثة في منهج الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يعتمدون بنفس الطريقة في بث العلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان بالكتابة ولا شفهي. كذلك في عهد الصحابة اعتمدوا على الرواية والتلقين دون الكتابة والتدوين. التلقين الآن شوهت هذه الكلمة. التلقين المقصود من قبل يعني عن طريق اللسان، أنا أقول لك وأنت تأخذ مني، مثل الآن أنا أفعلكم، هذا تلقين. لكن ليس أن تحفظ من غير أن تفهم. هذا الآن المنتشر هذا فقط تلقين، يعني يحفظ من غير فهم، من غير، لا، ليس هذا المقصود في كتب أهل العلم تقرؤوها. طيب، قال أشهر مدارس التفسير في هذا العهد كما قلت لكم مدرسة مكة المكرمة عند ابن عباس رضي الله عنه، وأشهر تلاميذه سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وعكرمة مولى ابن عباس. احفظ أي 2 من تلاميذه، لكن اعرف أن هذه المدرسة أين مكانها؟ في مكة. من هو مؤسسها؟ ابن عباس. واحفظ 2 من تلاميذه. المدرسة الثانية مدرسة المدينة المنورة أو المدينة النبوية، من المؤسس أبي بن كعب رضي الله عنه. أبرز تلاميذه أبو العالية أو رفيع بن مهران الرياحي ومحمد بن كعب القرظي. كذلك المدرسة الثالثة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذه في الكوفة. وهم هنا يعني ما ساروا على نفس الطريقة. أولا قال مدرسة مكة، ثاني مدرسة مدينة، كان لا مكتوبة مدرسة الكوفة، نعم 3. طيب، المدرسة الثالثة مدرسة الكوفة. من المؤسس؟ عبد الله بن مسعود. وأبرز التلاميذ علقمة بن قيس ومسروق بن الأجدع وأبو عبد الرحمن السلمي إلى آخره. طيب، فإذا هذه مرحلة من المراحل. ثم أتى المرحلة التي بعد ذلك عهد التدوين لعلوم القرآن ما بعد القرن الأول. هذا كله في القرن الأول. أخذنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن الخلفاء الراشدين، زمن الصحابة رضي الله عنهم في تأسيس المدارس التفسيرية. طيب، ما بعد القرن الأول يعني بعد 100 وأنت طالع، قال هناك مر على مرحلتين: تدوين الخاص ثم التدوين العام. التدوين الخاص في علوم القرآن يعني مبحث خاص في علوم القرآن يكتب فيه كتاب. أول ما صار تدوين الخاص في علوم القرآن، أول وأهم علم من علوم القرآن ما هو؟ التفسير، أن تفهم كلام الله سبحانه وتعالى. فعلم التفسير أول ما دون من علوم القرآن لسببين: لأنه مقترن مع الحفظ. أنت من تحفظ القرآن دائما يشكل عليك بعض الآيات، تذهب وتقرأ في التفسير، فالتفسير هذا أو السبب الأول. السبب الثاني أن التفسير هو لب العلوم القرآنية وأساسها والجامع الشامل لها، فكل العلوم الأخرى يمكن أن تنضوي تحت التفسير. لهذا أنا كلفتكم بتلخيص خلاصة القرآن، لأن من أهم علوم القرآن على الإطلاق التفسير. وأنتم حاولوا أن تقرأوا. إذا أشكلت عليك آية، صليت المغرب العشاء الفجر، سمعت آية أشكلت عليك، تفكر فيها، اذهب اقرأ في كتب التفسير، اسأل عنها، اسمع
دروس في التفسير، احضر مجالس في التفسير، تدبر القرآن، هدايات القرآن. طيب، قال مراحل تدوين علم التفسير، مر على مرحلتين. المرحلة الأولى التدوين الجزئي. التدوين الجزئي قال سماته: بدأ مع تدوين الحديث النبوي، كتب الحديث، من ضمنها كتاب الحديث، كتاب طهارة، صلاة، صيام، حج، يوضع كتاب التفسير. الثاني اعتمد على التفسير المسند، يعني الآن لما تفتح البخاري في كتاب التفسير، صحيح البخاري في طهارة وصلاة وصيام، وفي كتاب التفسير. كيف فسر القرآن؟ عن طريق الإسناد، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، قال ابن عباس تفسير الآية كذا، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال تفسير الآية الفلانية كذا، حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه السورة كذا. فهذا التفسير بالأثر. اجتمع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. أيضا لم يفسر القرآن كاملا، لكن أجزاء من القرآن. مثل إيش؟ المصنفات التي كتبت. قال بعض هذه المصنفات لم تصل إلينا، مثل تصنيف يزيد بن هارون السلمي ووكيع بن الجراح وسفيان بن عيينة وشعب بن الحجاج، هؤلاء كتبوا لكن لم يصل إلينا. وهناك كتب ضمنت في كتب الحديث ووصلت إلينا، مثل صحيح البخاري، صحيح مسلم، جامع الترمذي، موطأ موجود، ومضمنة بعض التفسير فيها. طيب، المرحلة الثانية التدوين المستقل، ليس من ضمن كتب الحديث، لا، مستقل في التفسير. أشهر هذه المصنفات تفسير يحيى بن سلام، تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن مردويه، تفسير مقاتل، إلى آخره. أشهر، احفظوا هذا التفسير، أشهر وأجمع وأهم كتاب قديم في التفسير تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن جرير الطبري، هذا احفظوه. لهذا قال وأشملها الذي قلته لكم. طيب، التدوين الخاص في علوم القرآن الأخرى، ثم كتب في علوم القرآن الأخرى غير التفسير. في كل علم، أول ما بدأت هذه المادة، في كل علم يكتب كتاب، مثل ما أخذنا الآن تفسير، مو علوم القرآن مجموعة مباحث، لا، تفسير. ثم كل مبحث يكتب فيه كتاب، مثلا مباحث القراءات، عندنا الحسن البصري له كتاب القراءة، القاسم بن سلام له كتاب القراءات، ابن مجاهد له 7 في القراءات. عندنا مبحث آخر كتب مختصة فيه، كتب غريب القرآن، الألفاظ اللي أنت لا تعرفها من القرآن، مثل عسعس، الفلق، غاسق إذا وقب، ما معناها؟ هاي تسمى غريب القرآن. هناك كتب أول ما بدأ تدوين لعلوم القرآن كتب خاصة لغريب القرآن، مثل كتاب غريب القرآن لعطاء بن أبي رباح، وغريب القرآن لابن قتيبة، ومعاني القرآن للفرة، ومعاني القرآن للأخفش، هكذا. أيضا هناك مبحث ثاني أسباب النزول، قصة حدثت فنزلت آيات، عندنا كتب خاصة. انظر الآن، هذا كتاب كامل قد يكون في القراءات أو في غريب القرآن أو في أسباب النزول، مثل علي المديني عنده أسباب النزول، ابن حجر له العجاب في بيان أسباب، لباب النقول للسيوطي، أسباب النزول الواحدي، كثيرة. أيضا الناسخ والمنسوخ، عندنا عدة كتب كقتادة وكابن الجوزي، مشكل القرآن كابن قتيبة وزكريا الأنصاري، إعجاز القرآن مثل الجاحظ، مثل الباقلاني، مثل الجرجاني، كلهم عندهم كتب مفردة لمبحث واحد. إعراب القرآن، عندنا إعراب القرآن لقطرب، عندنا إعراب القرآن للزجاج، عندنا إعراب القرآن للنحاس، مبهمات القرآن، أمثال القرآن، تشبيهات القرآن، متشابه القرآن، فضائل القرآن. في كل مبحث تقريبا من مباحث القرآن تجد كتب مفردة فيه، ولا داعي لقراءة كل ما كتب هنا ويصعب حفظه، لكن أنتم هذا اقرأوها للفائدة حتى تعرفوا أن هذه المادة لا تقول طويلة. تخيل أنت هذا الآن كتاب كامل في مباحث كثيرة من القرآن، كل مبحث في عدة كتب خاصة فيه، فهذا الكتاب خلاصة الخلاصة الخلاصة. إذا أردنا أن نأخذ كل مبحث ونأخذ الكتب نحتاج يعني مثلا 80-90 كتاب، نجلس يعني كم فصل، يعني تقريبا ما يوصل عمرك 45 بإذن الله، 50 إلا مخلصين مادة علوم القرآن عن طريق التفصيل.
لكن الآن فصل واحد 3 أشهر تأخذ عدة مباحث متصلة بالقرآن. والمحاضرة القادمة إن شاء الله سيأتينا أن بعد ذلك لما وجد العلماء هكذا يعني أطالت جدا، بدأوا يلخصون هذه العلوم. يعني غريب القرآن يأخذون أهم القواعد أهم الأمثلة كذا يكتبونها بعدة صفحات، أسباب النزول أهم القواعد الأنواع يكتبونها عدة صفحات، وهكذا فجمعوا علوم كثيرة في كتاب واحد، مباحث كثيرة في كتاب واحد.